تشكيل النادي الاهلي بعد الصفقات والستارت الاول لخوسيه ريبيرو مع النادي الاهلي امام باتشوكا، وطريقه لعب ريبيرو والعناصر اللي هيستخدمها في الملعب وحاجات كتير جدا. وهل باتشوكا هو نفس الفريق اللي واجهناه الموسم اللي فات ولا الموضوع اتغير كتير علشان كاس العالم؟ فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك. يلا بينا نبدا الحلقه. بداية كده من الميركاتو اللي فات، باتشوكا عمل أكتر من تدعيم قوي للفريق. الفريق بقى متغير تماما عن ما كان عليه أمام الأهلي وريال مدريد في الانتركونتيننتال. على سبيل المثال ضم اللاعب جون كندي. جون كندي لاعب فلومينينس البرازيلي والمهاجم البرازيلي المميز جدا اللي قيمته التسويقية 7 مليون يورو. اللاعب ده شارك قدام الأهلي في كأس العالم وقدر يسجل بعد ما شارك ب10 دقائق فقط الهدف الثاني للفلومينينس وقتها، وقدم مستوى رهيب جدا، وكان واضح انه لاعب قادر يقدم مردود قوي في الملعب. فهو مهاجم يقدر يشكل خطر كبير على النادي الاهلي، مهاجم برازيلي حريف ينتمي للكره البرازيليه ومشابه جدا لمهاجم بالميراس. فانت هنا بتواجه مهاجم احتمال تواجه لاعب بنفس الكواليتي في مباراه بالميراس في كاس العالم. والموضوع ما كانش مقتصر انه يضم لاعبين من داخل القاره فقط، كمان ضم الباك ليفت خوسيه كاستيلو وده لاعب مكسيكي وبيلعب على المستوى الدولي، بالاضافه للاعب بورخا باستوس وده مهاجم اسباني وعنده مسيره جيده وبرده تدعيم قوي لخط الهجوم. واخيرا المدافع البرازيلي ادواردو باور اللي انضم برده في الميركاتو اللي فات، ومتوقع منه انه يقدم مستوى مميز لانه مدافع صلب قوي شاسيه يعني. فهو عمل اكتر من تدعيم قوي يقدر ينقل الفريق الفتره اللي جايه في كاس العالم، وحتى مباراه الاهلي هتكون مغايره تماما عن المباراه الاخيره. بالاضافه طبعا لبعض العناصر اللي لسه مكمله مع الفريق زي مثلا اسامه الادريسي. اسامه الادريسي كلنا كنا بنتكلم عنه، كنا عاوزينه في النادي الاهلي وكنا شايفين انه لاعب مميز جدا وقادر يقدم مردود قوي. بالاضافه للمهاجم الفنزويلي سالمون روندون مهاجم قناص، مهاجم طويل، مهاجم اكل عيشه داخل الصندوق ويقدر يشكل خطوره قدام النادي الاهلي. فلازم برضو ناخد بالنا كويس جدا لانه مهاجم بيسجل من انصاف الفرص. لكن في المقابل راح للاعب نيلسون دايوسا، وده كان لاعب في خط الوسط رهيب. هو المنظومه، هو اللي بيتبني عليه اللعب بشكل كبير، هو اللاعب اللي قادر يشكل خطوره سواء من تسديد من تمرير. لاعب كان فلته وانتقل الى مونتيري المكسيكي اللي بيلعب في راموس في الوقت الحالي. بس السؤال هنا، هل باتشوكا كانت المواجهه المثاليه استعدادا لانتر ميامي؟ من وجهه نظري ايوه طبعا. في حراسه المرمى الاقرب الشناوي، ولكن مع الوقت انا مقتنع تماما ان ريبيرو هيكون حاطط مصطفى شوبير اولويه قصوى انه يكون الحارس الاساسي للنادي الاهلي، لان ريبيرو مقتنع تماما ان مش دور حارس المرمى التصديات القويه فقط، لا ده لاعب بيشارك في البيلد اب، مقتنع انه دايما بيكون لاعب اضافي في التحضير، لاعب كورته كويسه يقدر يعمل التمريره اللي يضرب بيها خط واثنين عادي جدا، وشوبير يقدر يعمل ده. الشناوي صعب والموضوع مستحيل او يكاد يكون مستحيل ان الشناوي يلعب برجله ويعمل البيلد اب او عمليه بناء اللعبه مع خط الدفاع بشكل جيد يعني. ولكن كخبره وان البطوله دي قويه فريبيرو مش هياخد الريسك تماما. الشناوي اللي هيكون حارس المرمى امام باتشوكا وفي معظم مباريات كاس العالم باذن الله. اعتقادي الشخصي مش هيلعب ب4 وقلت لك هيلعب ب3 في خط الدفاع، ودي راجع انك ما عندكش باك ليفت جاهز زي يحيى عطيه الله او حتى كريم الدبيس، الاثنين موجودين، ولكن اعتقد ان الموضوع هيكون صعب ان ريبيرو يبدا المباراه بباك ليفت مش موجود بقاله اكتر من 3 شهور تقريبا، وفي نفس الوقت كريم برضه بقاله اكتر من شهر ونص او شهرين. فانا زي ما قلت لك هيلعب ب3 في خط الظهر. سرد باك يمين اشرف داري اللي اتمنى يبعد عن الاصابات وان شاء الله هيكسر الدنيا لانه مدافع صلب، مدافع قوي، مدافع يقدر يعمل الفارق مع النادي الاهلي. ناحيه الشمال اعتقد ان ريبيرا هيختار ياسر ابراهيم، بس انا شايف ان العش افضل كتير. ولكن لما ننتقل لجزئيه نص الملعب والاجنحه هقول لك ليه انا اخترت العش في مركز السرد باك ناحيه الشمال. طبعا الموضوع هيكون صعب، انت محتاج ليبرو، هتحط مروان ولا حمدي؟ بالنسبه لي حمدي كورته افضل. حمدي يقدر يلعب ليبرو ويلعبها بشكل مثالي وشكل جيد جدا، ويقدر يتحول مدافع تاني في بعض الاحيان، ومصطفى العش يكون باك ليفت. الموضوع هيكون اوضح لما اقول لك خط الوسط وخط الهجوم. نيجي بقى لاهم جزئيه، خط الوسط. خط الوسط اللي فيه وينج باك ناحيه اليمين ووينج باك ناحيه الشمال اللي بتديك نزعه هجوميه قويه جدا. هنا عندك حلين، حل متوازن جدا وحل فيه ريسك بعض الشيء لانك هتلعب بمستوى هجومي اكتر. هقول لك ازاي. الطريقه المتوازنه ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال امام عاشور، ثنائي خط الوسط مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان.
دي الطريقه المتوازنه، الطريقه اللي تخلي لما تكون مضغوط في نص ملعبك هاني ينزل كلاعب رابع في خط الدفاع، مصطفى العش يكون باك ليفت، وامام عاشور يكون في خط الوسط. فعلى المستوى الدفاعي انت بتدافع ب5 لاعبين، محمد هاني، اشرف داري، مصطفى العش، ومعاهم حمدي فتحي، وواحد من خط الوسط مروان او امام. اما بقى لو رحنا للطريقه اللي فيها الريسك بشكل كبير مش هتظهر غير في الخط الاخير، الخط الهجومي. وينج باك رايت هنخليه محمد هادي، وينج باك ليفت هيكون تريزيجيه، ثنائي خط الوسط امام عاشور ومحمد علي بن رمضان. هنا على المستوى الدفاعي مفيش لاعب مركز 6، مفيش مروان عطيه اللي بيغطي المساحه دي كلها، اللي بيقدر يستخلص فيها الكوره واللي بيقدر يقفل فيها زوايا التسديد والتمرير، وبيغطي في ظهر الوينج باك رايت والوينج باك ليفت. والموضوع هيكون صعب جدا على لاعب واحد، لانك هتدي امام مهام هجوميه ومحمد علي بن رمضان نفس الكلام. هنقول مثلا ان ريبيرو هيدوم شكل متوازن، بس الاثنين لاعبين مراكزهم اتغيرت في اخر 3 مواسم بشكل كبير. محمد علي بن رمضان مع فرانكافروس كان بيلعب وينج ليفت ووينج رايت وبعض الاحيان بلاي ميكر، كان بعيد يعني عن الحته دي. امام عاشور طبعا اتوظف وينج رايت وينج ليفت وبلاي ميكر وبعض الاحيان مهاجم، برضه بعد عن منطقه مروان عطيه اللي بيشكل فيها اضافه كبيره للنادي الاهلي. فهنا انت هتفقد اللاعب رقم 6 اللي هيكون قادر يأخر اللعب بشكل كبير، يستخلص الكوره، يقفل زوايا التمرير والتسديد ويغطي مساحات كبيره. هنا الموضوع فيه ريسك كبير، ولكن على مستوى الهجوم والضغط انت عندك عدد من العناصر رهيب جدا، لا فعلا رهيب. وعلشان تشارك كل العناصر اللي عندك الموضوع هيكون صعب، فما تفكرش فيها تماما. ممكن في بعض المباريات تستخدمها لو انت متأخر مثلا ومحتاج تكثف الشكل الهجومي، بس انك تبدأ مباراة بالشكل ده الموضوع هيكون مش افضل حاجه، لان على المستوى الدفاعي هتكون اضعف. تريزيجيه مهما كان بيدافع ولكن مش هيكون زي الظهير او لاعب خط الوسط المدافع زي مروان او حمدي فتحي. في نفس الوقت امام وبن رمضان بعيد عن المرحله دي بشكل كبير الفترات الاخيره، فده انا بشوف ريسك كبير. عموما احنا استقرينا ان هاني ناحيه اليمين، ان امام عاشور ناحيه الشمال، مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. ثلاثي خط الهجوم امام باتشوكا، الكلام ده كله امام باتشوكا. اشرف بن شرقي ناحيه اليمين، واتوقع ممكن طاهر اللي يلعب، ولكن بن شرقي ناحيه اليمين، ناحيه الشمال محمود تريزيجيه، ومهاجم صريح نيتس جراديشار. ده التشكيل المتوقع من وجهه نظري امام باتشوكا. ولكن تشكيل انتر ميامي هنتكلم عنه بشكل كبير، هنتكلم عن صفقات ميامي، وريبيرو هيلعب بطريقه لعب عامله ازاي، وطريقه اللعب المفضله اللي اتمنى النادي الاهلي يشارك بيها او يبدا بيها كاس العالم، وكلام كتير جدا. ولكن ده التشكيل المتوقع من وجهه نظري لخوسيه ريبيرو امام فريق باتشوكا المكسيكي، اللي المواجهه بتاعته هتكون صعبه مش سهله، ومواجهه قويه واستعداد قوي لمباراه انتر ميامي في كاس العالم. فخلينا نراجع مع بعض التشكيل مره ثانيه المتوقع من وجهه نظري اللي هيبدا بيه النادي الاهلي امام باتشوكا، واول مباراه لخوسيه ريبيرو مع النادي الاهلي. ولكن علشان لخبطه يعني الاهلي هيلعب بطريقه لعب 3-4-3. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ثلاثي خط الدفاع اشرف داري، مصطفى العش، وفي القلب حمدي فتحي. رباعي خط الوسط محمد هاني ناحيه الرايت، ناحيه الليفت امام عاشور. ثنائي خط الوسط في العمق يعني مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. اما عن ثلاثي خط الهجومي اشرف بن شرقي ناحيه اليمين، واتوقع ممكن طاهر اللي يلعب، ولكن بن شرقي ناحيه اليمين، ناحيه الشمال محمود تريزيجيه، ومهاجم صريح نيتس جراديشار. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى تكون حلقه دسمه عرفتك الصفقات اللي ابرمها باتشوكا، وازاي الفريق ده قدر يضم اكتر من لاعب مميز، وليه النادي الاهلي اختار باتشوكا على وجه التحديد انه يواجهه استعدادا لكاس العالم والانتر ميامي في مباراه الافتتاح. هتقول لي يا طوفان ازاي انت ما لعبتش ديانج وزيزو؟ انت بتهزر. هقول لك ان زيزو اصلا مش مع النادي الاهلي بقاله فتره كبيره، اصلا بعيد عن الملاعب بقاله فتره كبيره. فالوقت اللي جاي كله زيزو بيتحضر بيتجهز، والمباراه اللي هيشارك فيها الدنيا كلها بتتفرج، فلازم يكون جاهز بنسبه كبيره، ويكون ريبيرو اتفرج عليه بشكل مميز. زيزو انضم الاهلي ويوم واحد فقط هيلاعب باتشوكا، ففكره انه يشارك هي مش مباراه نهائي يعني محتاجين زيزو فيها، ومش المباراه اللي انت تفتقد فيها العناصر القويه، لا ده انت عندك عناصر مش عارف تلعبها ازاي، غير قفشه وحسين الشحات واكتر من لاعب مميز في النادي الاهلي. فالموضوع يعني مش هيقف هنا، زيزو محتاج وقت علشان لما يشارك يكون جاهز. اما بقى بالنسبه لديانج برضو نفس الكلام، ديانج انضم قبل المباراه بيوم ونص يومين تقريبا، فالموضوع برضو صعب انه يشارك في اول مباراه، بس اعتقد ممكن يشارك من على مقاعد البدلاء. قول لي توقعك للتشكيل في الكومنتات تحت، وقول لي هل خوسيه ريبيرو هيشارك ديانج وزيزو المباراه دي، ولا الموضوع صعب وهيتم تجهيزهم لمباراه انتر ميامي؟ وقول لي التشكيل المتوقع من وجهه نظرك والنتيجه المتوقعه، وهل النادي الاهلي يقدر يفوز بالمباراه دي؟ ولو ان شاء الله فزنا مين افضل لاعب هيكون في المباراه؟
هستنى الكومنت بتاعك وهنتكلم كتير في الكومنتات، فاعمل كومنت واوعى تنسى اللايك. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو. بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، وفي حاجات موجوده هناك مش موجوده على اليوتيوب. بنتكلم عن عناصر شابه، عن مواهب طالعه، عن صفقات النادي الاهلي وصفقات الانديه اللي بتشارك في كاس العالم، حاجات كتير جدا. فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. واوعى تنسى اللايك للحلقه دي علشان نقدر نعمل حلقه انتر ميامي بشكل افضل ويكون عندنا حماس يعني. شكرا انك وصلت لحد هنا، نتقابل بخير، سلام.